مش عارفه كريم ده اتاخر كده ليه. ماشي يا كريم، انا هطلعه على جدتك يا كريم. بقالك ساعه كريم لطعني هنا في الكافيه. ماشي يا كريم، والله العظيم ما هعديها لك. يا نهار ابيض، دي شكلها متضايقه جدا، دي بتطلع نار من بقها. ربنا يستر بقى النهارده. حياتي حياتي حياتي، انا جيت بسرعه يا حياتي. مش عايزه اقول لك ايه اللي حصل في الطريق، هتزعلي جدا جدا جدا. والله ايه بقى اللي حصل في الطريق يا سي كريم؟ قاعده ملطوعه بقالي ساعه مستنياك، طلبت كل المشروبات اللي في الكافيه. قولي بقى ان شاء الله ايه اللي حصل. انا اقول لك يا ستي، وانا راكب الميكروباص وانا جاي. ايه ميكروباص؟ لا والله، امال فالقني انا جاي بالاوبر، انا بركب كريم وانت جاي لي بميكروباص. قاعده مستنياك بقالي ساعه وجاي لي بميكروباص، مستخسر فلوس الكريم يا كريم. استني بس يا حبيبتي، مش تفهمي الكلام الاول؟ وانت لو فهمتي هتعرفي ان غصب عني، اصل وانا نازل من البيت نسيت المحفظه. ايه كمان يا كريم نسيت المحفظه؟ امال مين اللي هيحاسب على المشروبات الكتيره قوي اللي انا شربتها دي؟ ده انا شربت المنيو كله يا كريم. يا حبيبتي، ما انت لو تصبري شويه هتفهمي ان انا رجعت تاني ورحت جبت المحفظه. بعد ما ركبت الميكروباص نزلت ورجعت وجبت المحفظه. انا جايلك في الكلام بس انت متسرعه. لا انت تجيلي في الكلام دغري بقى كده يا حبيبي وتفهمني اتاخرت عليا ليه، وبلاش لف ودوران. الله يسامحك يا شيخه، انا عمري لفيت ودورت عليكي؟ ده انا حتى دغري جدا. طبعا انت هتقولي ده انا مجرباك وعجناك وخبزاك يا حبيبي. ازاي مش حاسه بيا كده يا سماح؟ بقولك ركبت الميكروباص ونزلت في نص الطريق تاني عشان الحق اجيب لك المحفظه. شكلي كان وحش جدا وانا نازل قدام الناس في نص الطريق وما دفعتش حتى نص الاجره، وجبت المحفظه وجيت لك جري. ايه اللي زعلك في كده يا سماح؟ فهميني ايه اللي زعلك؟ خلاص يا كريم انا لا زعلانه ولا حاجه يا سيدي، خلاص. المهم بقى خلينا نتكلم في الموضوع المهم دلوقتي. انا شربت دلوقتي كل المشروبات بتاع المنيو، انا عايزه افهم دلوقتي مين هيحاسب على المشروبات دي كلها؟ انت خلاص يعني ما انتش قادره تستنيني شويه؟ شربتي كل المشروبات اللي في المنيو، ما ينفعش تقعدي من غير ما بقك ده يبقى بيلعب. خلاص يا كريم انت هتعيط ولا ايه؟ خلاص انا معايا فلوس هبقى ادفع وامري لله بقى. لا طبعا انا ما اقبلش ان انت تدفعي وانت خارجه معايا كده، ما اقبلش ده ابدا. انت هتستعبط يا كريم، ما انا على طول انا اللي بدفع يا كريم، انت على طول جاي لي من غير فلوس. يا المحفظه وقع، يا المحفظه اتقطعت يا كريم. اسكت بقى يا كريم، ما تخليناش اسيح لك كده قدام الكافيه. المهم بقى انت كنت عايزاني في موضوع مهم، ويا ريت بسرعه بقى عشان الحق اروح والنبي، عشان انا ورايا شغل كتير. هو شغلك اهم من موضوعنا ولا ايه يا كريم؟ انا كنت حاسه من الاول ان انت بتتهرب مني، وانا الكلام ده ما ينفعنيش. بتهرب منك ايه يا حبيبتي؟ هو انا لو بتهرب كنت هاجي هنا اصلا؟ ما انا كان زماني دلوقتي روحت وقلت لك ان الميكروباص حصل له حادثه ولا حاجه وقعدت في البيت ما قدرتش اجي. مش كنت ساعتها هتزعلي عليا وهتصدقيني؟ بس انا اللي ما بحبش الف وادور. ما انا قاعد معاكي اهو، هتهرب فين ولا هروح فين؟ انا عارفه اتهرب ولا عارفه افلفص منك يا شيخه؟ تفلفص مني للدرجه دي؟ انا تقيله قوي على قلبك؟ انا ما كنتش اعرف كده. انا كنت حاسه من الاول ان علاقتنا ديت لازم تتجدد، ما يصحش كده. لا معلش، بس انا عايزه اعرف تتجدد ازاي يعني؟ بس انا مش فاهم دلوقتي، وقاعدين تجاه دلوقتي تكتشفي ان علاقتنا لازم تتجدد؟ انا مش فاهم حاجه، ما تخش في الموضوع على طول يا سماح. انت عارف يا كريم الراجل اللي يخش على خطيبته من غير ورده ده بنسميه عندنا ايه؟ عندكم فين؟ عندنا معشر البنات والستات. معشر البنات والستات؟ بتسموه ايه بقى ان شاء الله؟ لا بلاش بقى اقول. المهم يا حبيبي انا قصدي يعني اوصلك ان الراجل لازم يكون جنتلمان كده، ويجيب معاه هو جاي ورده جميله لونها بقى احمر، ورده لونها اصفر، ولا ده لونها اخضر، يشكل بوكيه كده ب10 جنيه حتى يا عم، مش غالي. بوكيه ب10 جنيه؟ ده اقصى طموحاتك في الورد يعني؟ حاضر يا حبيبتي، ده انا المره الجايه هجيب لك بوكيه ب20 جنيه. يلا ان شاء الله مع حد حوش يا شيخه. بص يا كريم انا عايزه اتكلم معاك اكتر من كده شويه بصراحه، يعني حاسه كده ان انت بتلعب بيا وبتلعب بمشاعري ومش مقدر حبي ليك. انا ليه بس بتقولي كده يا حبيبتي؟ هو انا عملت ايه بس غلط؟ الظاهر كده الناس طلع كلامها صحيح زي ما بيقولوا. هي الناس بيقولوا ايه؟ مين الناس دول؟ وانت مالك يا كريم بيقولوا ايه؟ هو انت لازم تعرف كل حاجه كده؟ هو انت مش بتديني مساحتي الشخصيه ليه؟ مساحتك الشخصيه؟ خلاص حاضر، هسكت خالص ومش هسأل زي ما تحبي. كريم انت بتضحك عليا صح؟ انت بتضحك عليا وبتلعب بمشاعري. يا بنتي العب بمشاعرك ازاي؟ ده انا جاي وطالب ايدك وبتكلم عليكي مع اهلك. ايه بتكلم عليا؟ اخرس قطع لسانك، انت ازاي تتكلم عليا كده؟ يا بنتي متكلم عليكي، قصدي يعني طالب ايدك. انت مالك كده بالظبط يا سماح؟ انت عماله تحوري في الحوارات وتتكلمي في حاجات غريبه، ما تقولي اللي عندك كده يا سماح. كريم احنا ما ننفعش لبعض، انا عايزه اقول لك كده من زمان. يعني ايه ما ننفعش لبعض؟ انت جاي تكتشف الكلام بقى ده دلوقتي ان شاء الله ان احنا ما ننفعش لبعض؟ بقول لك يا سماح، انا هسالك سؤال، هو ابن خالتك جه من الكويت ولا ايه؟ إيه لا ما جاش ولا حاجه. وبعدين هو انا مالي انا بابن خالتي؟ لا انا عارف، اصل ده مش كلامك، ده كلام امك، هي اللي محرضاكي عليا عشان تجوزك ابن خالتك، هي عايزه تجوزولك من زمان. ايه اللي انت بتقوله بس ده يا كريم؟ وانا اقدر اسيبك يعني عشان خاطر ابن خالتي؟ ده كلام فارغ. عامة يا سماح انا كنت جاي اقول لك ان انا بتمنى لك كل خير مع اللي تتمنيه، وكنت جاي كمان اقول لك ان انا ورثت عن خالي اللي في فرنسا علشان انا الولد الوحيد في العيله. ايه ده بجد والنبي يا كريم؟ ده احلى خبر سمعته في حياتي.
اكيد طبعا هتتمني لي كل خير، ما انت خلاص هتتجوزي بقى ابن خالتك اللي جاي من الكويت. انت بتقولي يا كريم يا جدع؟ ده انا بهزر يعني، انت بتتكلم ازاي بس؟ ده انت اللي في العين والقلب يا كريم. لا خلاص، انا جاي اقول لك ان كل واحد خلاص هيروح لحاله، وباسمعي بقى كلام امك. استنى بس يا كريم، انت رايح فين؟ استنى بس كريم. يا كريم انت ما بتردش عليا ليه؟ عاوزه ايه يا سماح؟ هو انت بتتفرج على ايه يا كريم؟ هو انت شايفه ايه يعني يا سماح؟ انا شايفه ناس عماله تجري كده على ارض خضراء. هو ده ماتش؟ الله ينور عليكي، ماتش. ماتش ايه يا كريم؟ انت ما بتشبعش ماتشات؟ ده كاس العالم يا بنتي، الناس كلها قاعده ومستنياه. كاس العالم؟ هو انت مش لسه متفرج على كاس العالم ده الشهر اللي فات؟ اسكتي والنبي يا سماح ونقطينا بسكتك، خلينا نتفرج والنبي بمزاج. قومي اعملي لنا كوبايه شاي ولا شويه فشار ولا اي حاجه. هيقعد بقى يشغلني ويقول لي بيبسي وفشار، اما اتكلم في اي حاجه كده واشغله تاني. قال لي يا كريم، هو مين اللي بيلعب؟ فرقتين مش هتعرفيهم. هو انت متضايق ليه يا كريم؟ مش انت اللي مذنباني هنا وانا كنت عايزه انزل على القهوه مع اصحابي؟ وفيها ايه يعني يا كريم لما تقعد مع مراتك حبيبتك واعمل لك فشار؟ هقوم دلوقتي اعمل لك فشار يا حبيبي. انا لا عايز فشار ولا عايز ممبار، ريحينا بقى. وانت متعصب ليه يا كريم؟ مش متعصب. اه طبعا يا حبيبي، واضح على وشك. بقولك يا كريم، هو ميسي بيلعب؟ لا. وكريستيانو ما بيلعبش؟ برضو لا. ده مش طايقني خالص. هو انت مش طايقني ليه يا كريم؟ عشان ما خليتكش تقعد على القهوه مع اصحابك؟ ودي مش حاجه مهمه يعني في رايك؟ انت شايفه ايه؟ انا ولا القهوه يا كريم؟ القهوه طبعا. انت بتفضل حموكشه القهوجي عليا ولا ايه يا كريم؟ انت هتسوي راسك براس حموكشه القهوجي ولا ايه؟ ده عليك كوبايه شاي تتدرس في اوروبا يا بنتي. لا والله، ده بيبقى خلي حموكشه بقى ينفعك وهو اللي يعملك بقيه الاكل يا حبيبي. ده يوم المنى يا بنتي، ده بيتحايل عليا والله، وهديله تبس كمان وهيتبسط. يا خرابي، يعني الراجل ده مستفز. طيب خلاص يا حبيبي، اللي انت شايفه يعني، انا بهرج معاك. امال اتكلم معاه في ايه ده؟ ايوه شوت 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 شوت. لا ضيعتها، حرام عليك. هو في يا كريم؟ مش هو جول ولا ايه؟ لا ده طلع تسلل. يعني ايه تسلل يا كريم؟ حاجه كده مش هتفهميها، ريحي نفسك بقى. ايه ده يا كريم؟ هو الحكم ده ادى كارت اصفر للاعب ده ليه؟ واشمعنى الكارت ده لون اصفر؟ ليه ما اختارش لون تاني؟ لون تاني زي ايه يعني؟ واحنا هنا بنختار الوان؟ ما هو يا كارت اصفر يا كارت احمر. ايوه ليه اصفر؟ ليه مش لون بينك؟ ليه مش لون بستاج؟ ليه مش لون بيربل؟ هي دي اسامي الوان ولا اسامي ادويه؟ ما تنقطينا بسكتك بقى يا بنتي وريحيني. لا انت تقوم احسن بقى تنزل القهوه احسن يا كريم. احسن برضو. ايه ده؟ انت هنا يا حبيبتي وانا بدور عليكي؟ مالك يا حبيبتي ما بترديش ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ مفيش. ايه ده؟ شكلك زعلانه. مالك يا حبيبتي متضايقه ليه؟ وانا هتضايق ليه؟ هو انت عملت حاجه تضايقني؟ طيب ماشي. طب زعلانه ليه يا قلبي؟ وانا هزعل ليه؟ هو انت عملت حاجه تزعلني؟ مقريفه ليه يا روحي؟ وانا هقريف ليه؟ هو انت عملت حاجه تقريفني؟ شكلنا كده بقى هنقعد للصبح. اللهم طولك يا روح. ما انت لو مهتم كنت عرفت. بسألك اهو يا حبيبتي، ازاي بقى مش مهتم؟ ما انت لو بتحس ما كنتش هتسأل، كنت هتعرف لوحدك. يا صبر ايوب، صبرني يا رب. هو انا عملت ايه يا روحي؟ امبارح كان ايه؟ كان ايه؟ يا نهار ابيض، هو كان في مناسبة امبارح؟ اكيد عيد جوازنا. انا اسف خالص يا حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة يا روحي، كل سنة وانتي معايا وحبيبتي. لا ما كانش عيد جوازنا. ايه ده؟ مش عيد جوازنا؟ يبقى عيد ميلادك. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وعقبال 100 سنه ان شاء الله. هعمل لك حته حفله واجيب لك شويه بلالين وتورتايه كبيره قد كده عليها 45. انت سنك قد ايه يا روح قلبي؟ لا برضو مش عيد ميلادي. صح، يبقى ذكرى خطوبتنا يا روح قلبي. فعلا كان يوم جميل قوي، انا مبسوط جدا ان انت في حياتي. كل سنه وانت طيبه يا روحي. لا برضو مش خطوبتنا ولا حاجه، ممكن تركز شويه. امال ايه يا حبيبتي؟ عيد العمال مثلا؟ كل سنه والعمال بخير يا روح قلبي. لا والله انت هتهزر. ما انت لو مهتم كنت عرفت، بس الاهتمام ما بيطلبش. لا بيطلب والله يا حبيبتي، عادي مفيش مشاكل. ما بيطلبش. بقولك بيطلب عادي يا حبيبتي. وانا بقولك ما بيطلبش. بيطلب والله يا حبيبتي. ها يا قلبي، بس قوليلي المره دي ووعدك عمري ما هنسى. طيب خلاص هقولك المره دي، بس المره الجايه لو نسيت صدقني مش هقعد لك فيها. اللهم طولك يا روح، صبرني يا رب. فاكر يوم ما اتقابلنا اول مره؟
ايوه طبعا فاكر، بس يبقى هو ده. ياه، ده كان احلى يوم في حياتي. كل سنه وانت طيبه يا روح قلبي. لا مش هو اليوم ده بقى يا كريم، واصبر بقى شويه، اصبر بقى عشان شكلك بقى وحش قوي. اصبر شويه. ايه ده، طلع برضو مش هو؟ طيب حاضر يا حبيبتي، انا صابره اهو يا حبيبه قلبي. اول يوم ده يا كريم لما اتقابلنا فيه، لما انت خبطتني بالعجله بتاعتك وسحلتني على الرصيف وهدومي اتوسخت. ايوه انا فاكر اليوم ده كويس، انا فاكره. فاكر بقى كمان لما انت لميتي عليا الشارع وخدت حته علقه ما خدهاش حمار. هو انت بتضحك؟ طب فاكر بقى لما فضلت تتأسف لي وقلت لي هجيب لحضرتك لبس تاني، انا اسف، ورحت محل وجبت لي فستان كده شكله معرفش ايه؟ طبعا فاكر. وفاكر كمان لما انت مرضتيش تاخدي مني الفستان والناس كلها اتلمت عليا تاني وفكرتني بعكسك، وخدت لتاني مره علقه ما خدهاش حمار وحشي في الغابه. وانت مالك يا كريم معلق مع الحمير قوي كده ليه؟ عادي كملي بقى. فطبعا بقى يا كريم انا حسيت بالذنب وقلت يا الراجل كده خد علقه علشاني، ومش مره واحده، لا ده مرتين ما خدهاش حمار. فقلت بقى اوديك المستشفى واعالج جروحك، صح ولا لا؟ ايوه طبعا صح. يا على شهامتك وجدعنتك يا حبيبتي، ما هنش عليكي تسيبيني كده انزف عادي. بس انا عايزه افهم حاجه دلوقتي، اليوم خلاص خلص وخلاص هيعدي، وانا برضو ما شفتش فين الذكرى المهمه يعني. انت مستعجل ليه يا كريم؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. لا مش مستعجل ولا حاجه، براحتك يا حبيبه قلبي، احنا قدامنا اليوم طويل وما وراناش اي حاجه. ساعتها بقى انت صعبت عليا وقلت اخد منك الفستان علشان يعني اكبر بخاطرك، فاكر ولا مش فاكر؟ ايوه طبعا فاكر. وقمت انت بقى بعت لي الفستان ديليفري، صح؟ فاكر الديليفري؟ ايوه طبعا فاكر انا الدليفري، لما انت ساعتها زعلت ان انت دفعت 20 جنيه توصيل. عليك نور بقى يا كريم، اهو اليوم اللي انت بعتلي في الدليفري هو ده الذكرى اللي انا بتكلم عليها. اليوم اللي انت بعتلي فيه الفستان كان احلى يوم في حياتي، وكان فستان جميل قوي، بس يا خسارة انت لسعته وانت بتكويه. بذمتك مش مكسوفه من نفسك وانت بتقولي ان انا اللي بكويه؟ مش كفايه ان انا متجوز واحده ما بتعرفش تكوي؟ يا شيخه تنيلي على خيبتك بقى. لو سمحت ما تغيرش الموضوع يا كريم، هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، هو ده اللي مزعلني منك. اتفضل صالحني بقى. انت مقعداني وعامله لي محكمه وعامله لي هيصه علشان خاطر يوم الدليفري؟ طب ده انت مش فاكره اصلا تفكريني امبارح باول يوم فارق معاكي يوم الدليفري، ومش فارق معاكي اول يوم اتقابلنا فيه اللي هو اصلا كان امبارح. يا شيخه قومي بقى، قومي حضري لنا الغدا بقى بدل ما روحت عند امك. الله بقى يا كريم، ما بقاش زعلك وحش كده يا اخي. الله، ده انا عامله لك النهارده بقى شويه باميه